دوافع كثيرة، ولكن من أهمها تزيين الشيطان وضعف الإيمان واليقين بنظر الله عز وجل إليه. فلو كان هذا الشخص الذي يمد يده ويحتال ويحصل على الأموال بطرق ملتوية وملتفة يعلم علم اليقين بأن الله عز وجل سيوقفه يوم القيامة وسيسأله فيما اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته، لما تجرأ على أن يمد يده إلى ما لا يحل له. طبعا هناك أشخاص ما عنده مانع يؤول لنفسه ويعتذر لنفسه، يقول ما وقفت إلا عندي، أكثر المسؤولين يسرقون، أكثر الناس الذين عندهم مناصب وعندهم نفوذ يأخذون، هذا فلان دخل الشركة الفلانية أو دخل المنصب الفلاني ما عليه إلا ملابسه وخرج وعنده ملايين، لماذا يصبح حرام علي أنا؟ نعم، هناك أشخاص يعلي نفسه ويعتذر لنفسه ويخدع نفسه، هو يتحجج بهذا الكلام الآن، لكن يوم القيامة الله عز وجل سيبعث كل فرد منا على حدة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، تسأل لوحدك وتحاسب عن أعمالك لوحدك. ثم من قال لك أن الكثرة وأن الأغلبية حجة وأن الصواب والحق مع الأكثرية؟ ألم يقول الله عز وجل في محكم كتابه وإن كثيرا من الناس لفاسقون؟ ألم يقل الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ أما قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم يجهلون؟ إذن الله عز وجل ذم الكثرة ومدح القلة، فلماذا أنت تتبع خطى الفئة المذمومة وإن كانت كثيرة؟ قال الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.